ايه يا حاج؟ ايه يا حبيبي؟ عامله ايه؟ بتعملي ايه؟ صحيت يابا؟ صحيت. بتجهز فطور؟ لا بقول لك ايه، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. سيبك من الافطار، ما تعمليش افطار. ليه؟ انا كده كده اجازه النهارده. اسمعيني، طيب عندك التلاجة، طلعي من التلاجة وطلعي لحمه وفراخ وهنعمل غدا النهارده. هي طلبت عزومه وانا هتصل باختي وجوزها اعزمهم يجي يتغدوا معانا. هي اختك وجوزها ما ناقصين لحمه؟ بغسل لها. هو انا قلت انت هتقولي لي كلام ما قلتهوش زي بنتك؟ انا بقول انا كده كده اجازه النهارده نتغدى مع بعضينا خلاص. ماشي يا حبيبي. طلع كده واعملي وانا هطلع ماشي. اكلمه. ربنا يبارك لك يا ابني. ربنا يبارك. ايه يا حاج؟ ايه يا حبيبي؟ خلصت الاكل؟ حالا اهو. يعني ينفع انت اللي واقفه تعملي الاكل كله وبنتك البارده مكلمها من بدري هي وجوزها المفروض يبقوا هنا من بدري زي ما يكونوا ساكنين في تاني بلد؟ ينفع اللي بنتك بتعمله؟ معلش يا حبيبي، معلش زمانها جاي. معلش هتلاقيها زمانها هي دي. جاي. ايه يا سهام؟ ايه يا اخويا؟ يعني ينفع اللي انت بتعملي ده سهام؟ معلش يا اخويا حقك عليا. جاي تاكلي على الجاهز انت وامك يعني واقفه من الصبح في المطبخ يا سهام وانا مكلمك؟ ده انت ساكنه في البلد مش في تاني بلد يعني. معلش بقى يا اخويا الظروف حكمت، معلش حقك عليا. طيب ده اللي بناخده منك كلام. امال احمد جوزك فين؟ اسكت، احمد كان جاي معايا واحد صاحبي جه قعده مش عارف يجي فقال لي روحي انت. يعني كان جاي واحد صاحبه جه قعده؟ ايه صاحبه البارد اللي جاي من غير ميعاد ده؟ سيبك انت بس، ما خلصت الاكل؟ طب اهم حاجه في حاجه ساقعه بعد الاكل؟ لا في عصير في الثلاجه. لا انا عايزه حاجه ساقعه بقى. لازم حاجه ساقعه؟ خش انزل اجيب لك حاجه ساقعه. ماشي. طب تزوغ؟ لا ايه يا ابني في مالك؟ تعالى. مالك فيه؟ تعالى شوية. تعال شويه. ده انت جاي تولع يا ابني. تعال على مهلك. على مهلك. مالك فيه؟ لهوي ده انت جاي تولع. تعبان كده شوية، سخونية وبرد. طب لما انت تعبان امال بعت السهام ليه طيب؟ انا اقدر اخش عنك يا حماده؟ لا اله الا الله. تخش ايه بس يا عم؟ ما تخش ايه؟ طب قوم اكشف عليك طيب. لا انا كشفت الدكتور قال لي يومين وان شاء الله هتبقى كويس. طب خدت الدواء؟ خدت الدواء. والله العظيم انت بعت سهم وما جيتش. انا قلت انت مكسوف ولا مش عايز تيجي ولا مالك. انا ما اعرفش انك تعبان يا انا قلت انا روح انت لاخوك يابا. طب قوم اكشف عليك تاني طيب. لا انا كشفت وابقى كويس ان شاء الله. لا اله الا الله. طب افرض انا كده قاعد جنبك شويه بقى. لا روح انت احمد. ارفع لي بس رجلي كده على الكنبه وروح انت. حاضر يابا. روح انت شوف ناسك اللي في البيت يابا. على مهلك. اطفي بس النور وراك يا احمد. انت جاي تولع يا احمد. اطفي النور وراك وانت ماشي. هينفع يا ابني اسيبك وامشي؟ انا هبقى كويس ان شاء الله يا حماده. يلا السلام عليك يا احمد. لا سلامك يا حماده. مين؟ الله، ايه يا اخويا فين الحاجه الساقعه؟ انت مش نازل تجيب لي حاجه ساقعه؟ فاتحه للحاجه الساقعه. فاتحه انت للحاجه الساقعه. تعالى. ايه يا اخويا فين؟ هو جوزك ما جاش ليه؟ جوزي؟ يا اخويا ما انا قلت لك اول ما جيت ان واحد صاحبه يجي قعده ومش عارف يجي معايا. يعني جوزك ما جاش عشان واحد صاحبه قعده؟ قسما بالله ما بتحس ولا عندك دم. ليه يا اخويا؟ اما خدي. ايه يا ابني في ايه؟ تعالى اقول لك حاجه هتصدقيها. عليها الطلاق بنتك جايه عشان حته لحم. ايه يا حماد؟ قسما بالله بنتك باعت جوزها عشان ورك فرخ. انا قلت لك راح اجيب حاجه ساقعه. انا رحت لجوزك قلت يمكن مكسوف يكون مكسوف يجي. بنتك جوزها بيموت تعبان وكاشف. انت جوزك كاشف؟ سايباه وجايه ليه؟ ايه يا اخويا انت بتقول ده؟ يعني اختك جعانه يعني؟ لا انا ما بتكلمش عليك لا سمح الله. وانا بتكلم عليها يا اما اخت انت جدع. انا عارفك على انت وتد. انا بتكلم على واحده تانية ما عندهاش بربع جنيه اصل ولا بتفهم في التربيه ولا عندها اصول. قسما بالله ما بتحس ولا عندك دم. امشي. جوزك بيموت. ماشي يا اخويا. اللي بنتك عملته ده ياما ما ينفعش. بنتك ياما جوزها بيموت وسايباه وجاي عشان خاطر غدوه ملهاش دعوه بالسن. مش بالسن. في واحده ممكن تلاقيها عندها 40 سنه وتعرش على زريبه بس قسما بالله ما عندها بربع جنيه تربيه ولا بتفهم في الاصول. وفي عيله تلاقيها تانيه ابتدائي بس تديك انت وابوك درس في الادب والاخلاق. وما تقوليش تقدير. اخويا كلمني لازم اقدره عشان انت لو بتحسي وبتفهمي في التقدير الاولى بالتقدير هيبقى جوزك مش اخوكي. يوم ما تتعبي جوزك اللي ملزم بيكي مش اخوكي. يوم ما تبقي جعانه جوزك اللي ملزم ياكلك مش اخوكي. فالاولى بالتقدير جوزك مش اخوكي. اصل في ناس كتيره جو تلاقيها رايحه لابوها وبتقعد مع بنات خالها وبنات عمها تاكل وتشرب وتلعب والدنيا جميله وجوزها مرمي في البيت عيان.
اصل هو مش قادر يجي تعبان. طب انت سبتيه وجيتي ليه؟ لا اخويا لازم اقدره. بتحسي عندك دم، لو انت بتفهمي كنت فهمت وعرفت ان اللي اولى بالتقدير جوزك مش اخوك. عادي اعملي اللي انت عايزاه، ما تبقيش بقى تمشي في وسط البلد تعملي ان انت مطحونه وطلعان عينك وترجعي تاني تقولي ده انا مطحونه. ده الام مدرسه، عشان قسما بالله لو انت باخلاقك دي فعلا مدرسه يبقى قسما بالله الجيل اللي طلع كله هيبقى جيل بايظ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.